السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مستمرين بقى في محاربة الصيف والجو الحر اللي احنا عايشين فيه ده، ولازم بقى نعمل حاجات مرطبة. فالنهاردة قررت اعمل لكم كيكة جيلي حلوة جدا هتعجبكم قوي. يعني عايزة اقول لكم ان هي فيها نكهات مختلفة كده، مش نكهة واحدة. يعني انا مش عاملاها بجيلي فراولة بس، عاملاها بحاجات كتير، وكمان عاملاها بقطع فاكهة. هتعجبكم جدا. تعالوا نشوف بقى الطريقة كده بسرعة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت تشتركوا معايا في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لايك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه انا ابتديت اعمل كيك عادي خالص، 3 بيضات. وبعد كده عندي نص معلقه كبيره كده من الفانيليا السايله، وبعدين عندي نص كوبايه من السكر. هبتدي اضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى قوامهم كريمي كده شويه بالشكل ده. وبعد كده هحط عليهم معلقة كبيرة من الخل. طبعا الخل بيضيع الزفرة وفي نفس الوقت بيدي هشاشة حلوة جدا. ده كيك عادي زي الكيك اللي بنعمله. وبعد كده عندي بقى ابتديت احط عليهم بقية المكونات بتاعتي، وهي طبعا لازم بستخدم معيار واحد. فانا استخدمت نفس الكوباية هعاير بيها كل حاجة. عندي بقى ربع كوباية من الزيت، مش هزود قوي عشان الكيك يبقى خفيف شوية. وعايزة اقول لكم ان انا طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما اعمل الكيك، عشان تدخل معايا كيك وتستوي بسرعة. وبعد كده عندي بقى نص كوباية كده حاجة بسيطة من الحليب برضو. انا مدفية شوية على النار، يعني ما نحطوش ساقع ولا نحط سخن، يبقى يا دوب فاتر كده، عشان ده برضو بيخلي الكيك هشش معاكي، ما بيبقاش مكتوم شوية. وبعد كده بقى عندي الفورمة دي مقاس 24. هحط فيها بس شوية زيت كده. تمام، وابتدي بس اوزعه كويس عشان طبعا ما تلزقش معايا. وبعدين الخليط بتاعي بقى اكمله. انا بعد ما حطيت عليه اللبن الحليب والحاجات دي، هجيب بقى كوباية ونص من الدقيق. وبعدين عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندي رشة صغيرة من الملح. ولازم نقلب الكلام ده كله كويس جدا، عشان الناس اللي بتشتكي اللي تقولك ان الكيك بيهبط من جنب وجنب بيبقى عالي، فده ان البيكنج باودر مش متوزع كويس. او العيب في البوتاجاز. فهي يا بيبقى من كده يا كده. وبعد كده بقى نبتدي نحطه بالتدريج، ونضرب بقى الكلام ده كده. مش هنضربه كتير بالمضرب، يعني عشان ما البيكنج باودر طبعا يفضل زي ما هو. المادة الفعالة بتاعته شغالة، فما نحاولش ان احنا نقلبه كتير بالمضرب. وبعد كده احطه بقى، صبه في القالب بتاعي بعد ما بقى جاهز معايا بالشكل ده. اتاكدت بس ان مفيهوش اي تكتلات خالص. وبعدين احطه بقى، اصبه في الفورمه بتاعتي كده. ده قوامه المناسب جدا. بعد ما حطيته بقى في الفرن، هحطه بقى في الفرن على درجة حرارة زي ما قلت لكم 180 ل 190 على حسب درجة حرارة فرنك. ونشغل المروحة لو عندك مروحة، ده بيساعد برضو ان الهواء او الحرارة تتوزع جوه الفرن، فالكيك ما يهبطش معاكي. بعد كده حطيته في الفرن بقى، يعني اخد معايا بالظبط نص ساعة، ما اخدش كتير. وبعدين طلعته بقى بالشكل ده. بعد ما خرجت بقى من الفرن وبقت بالشكل ده، عايزه اقول لكم طالعه هشه جدا، واكيد باين عليها. شايفين الحاجات الفتحات دي بيبقى دليل ان الكيك بتاعك طالع هاشش. هبتدي بس يعني اعمل كده ايه، يعني افصل كده الجناب بتاعته، وهقلبها بقى على اي حاجه كده. شايفين ما شاء الله طالعه شكلها عامل ازاي، لونها حلو جدا، وكمان طالعه هشه قوي. بعدين غسلت الفورمه، وفي نفس الفورمه دي هجيب بقى عندي اي فاكهه بقى حابين تحطوها. انا بصراحه استخدمت المانجا. وكنت فاكره ان الجيلي بتاعي جيلي مانجا، بس طلع جيلي مشمش، فعشان كده بقول لكم ميكس مختلف شويه. بس طلع في الاخر نتيجته حلوه جدا. قطعت بقى قطع المانجا كده. لو انتوا حابين بقى تعملوه فراولة، لو حابين تعملوه بأي نوع مانجا، اي نوع بتحبوه يعني فاكهة، ممكن نستخدم اي نوع فاكهة بتحبوه مع الجيلي بتاع الفاكهة، فاهمين؟ بس انا زي ما قلت لكم، هو اختلف معايا شوية، ان هو طلع مش ما طلعش مانجا. وبعد كده بقى، بعد ما قطعت المانجا بتاعتي دي كده قطع صغيرة تحت كده في قاع الصينية بتاعتي او الفورمة، هبتدي بقى اعمل الجيلي بتاعي. انا جايب باكت من الجيلي الفراوله، وجيلي وجيلي مشمش طبعا. فاحنا بقى ممكن تستخدموا نوع واحد، انا استخدمت نوعين عشان يبقى زي ما قلت لكم نكهات مختلفه كده وطعم جديد. فاول حاجه هجيب المشمش، هحطه تحت كده. فضي بقى العبوه بتاعتي، وهحط عليها. انا لازم هقلل شويه من الميه او المكتوبه على العلبه. فانا حطيت كوبايه الا ربع.
هو مكتوب كوبايه، فاحنا بنحط كوبايه الا ربع من الميه المغليه لحد ما ندوبه كويس، وبعدين كوبايه الا ربع من الميه المتلجه كده، وبرده نقلبهم كويس لحد طبعا ما يدوبوا كويس جدا. وبعد كده هحطه بقى، هصبه على الفاكهه بتاعتي دي، ولازم احطه بقى في التلاجة شويه يجمد قبل ما نحط عليه الكيك. احطه بقى في التلاجة شويه لحد ما يتماسك كده شويه، وبعدين عندي الكيكه بتاعتي هجيبها. اول حاجه ان انا هشيل الجزء اللي فوق ده، عايزه اسويها من الجنبين، فهشيل الجزء اللي فوق ده، وطبعا مش هيترمي، هناكله يعني كيك عادي. وبعد كده هنشيل الجزء اللي تحت برضو، يعني الجزئين لازم يتشالوا. تمام. عشان عندي الجيلي بتاعي يتشربها، تبقى شاربة الجيلي كده، ويبقى في نفس الوقت متساوية برضو وشكلها حلو. فانا شلت الجزء اللي فوق ده، وبرضو هشيل الجزء اللي تحت ده كمان، هشيل جزء منها. مش هنشيل كتير يعني، بس نعمل فتحة زي فتحة كده صغيرة بالسكينة. واهم حاجة طبعا نستخدم سكينة تكون مشرشرة زي دي، عشان تسهل معاكي ان الكيك تطلع بسهولة كده وتتقطع معاكي بسهولة. كده بقت جاهزة عندي. بعدين بقى القالب بتاعي بقى نشوفه كده جمد شوية، بعد ساعة كده ولا حاجة هنلاقيه بقى تماسك شوية. فهبتدي بقى اعمل جيلي الفراولة. برضو نفس القصة، حطيت كوباية الا ربع من المية اللي بتغلي، واقلبه كويس قوي عشان لحد ما ندوب الجيلاتين. وبعد كده نحط كوباية الا ربع من المية الساقعة. مش هنحتاج ان احنا نحط سكر، لان الكيك طبعا فيه سكر والجيلي طبعا فيه سكر، فمش هنحتاج ان احنا نزود. شايفين تماسك كده؟ هبتدي بقى اخد الكيك بتاعي واحطه في القالب بالطريقه دي، وبعدين نصب عليه بقى باكت الجيلي. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت باكيتين مش باكيت واحد، لانه مكفاش يعني. ده انا عملته فحسيت ان الكيكه محتاجه تاني، فانا عملت واحد كمان، لانها اتشربت كل الجيلي وما بقاش، والجناب ما طلعش منها الجيلي قوي، فقلت بقى هعمل واحد كمان. كده بقى احطها بقى في التلاجة لحد ما تبتدي تجمد شويه. بس انا بقى عملت غلطه يعني، انتوا ما تعملوهاش. انا طبعا الاول بس ابتديت ان انا يعني الحروف كده او الجوانب، ان انا ابتديت ان انا افكها شويه بالسكينه، بس جبت بقى ميه سخنه حطيت فيها القالب بتاعي، فزي ما تقولوا ان انا سبته شويه يعني، عدى دقيقه، فحسيت ان هو ساح شويه. فما تعملوش كده، لا انتوا ممكن بعد ما تقلبوه يعني اقلبوا الصينيه في قلب طبق، وجيبوا فوطه سخنه وحطوها عليها لحد ما تحسوا ان هو الكيك نزل في الطبق. فخلاص كده مش محتاج ان احنا نحطه على النار. انا عملت الخطوه دي عشان هو يفك من تحت، فزي ما تقولوا ساح معايا شويه. بس في الاخر طلع طعمه حلو جدا، بس انا كنت عايزه نفسي يبقى طبقات كده يعني. بس هو زي ما قلت لكم بقى، هو عمل معايا الحركه دي، فانتوا بلاش تعملوا كده. جيبوا فوطه سخنه كده، ميه سخنه، وحطوها عليها بس لحد ما تحسوا ان الكيك نزل لتحت. بس النتيجه في الاخر حلوه جدا، وطعمه لذيذ جدا جدا جدا، وهيرطب عليكم قوي. جربوها بقى الوصفه دي وقولوا له رايكم ايه. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم.